أهلا، أنا ماريا. اليوم سنتعرف على السيد أنس سعدون، الذي تألق في ميدان القضاء وعرف في المجال العلمي والعملي بدفاعه المستميت عن قضايا المرأة والفئات المهمشة. في 1983 رأى النور بمدينة القصر الكبير بالمغرب، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي، ثم انتقل إلى طنجة لمتابعة دراسته الجامعية. حصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 2005، ثم على شهادة الماجستير في قانون الأسرة المغربي والمقارن في 2007. ولج المعهد العالي للقضاء سنة 2008، ثم عين نائبا لوكيل الملك بعدة محاكم ابتدائية، وترأس الخلية المحلية لمحاربة العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. كما عين نائبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط. كانت أطروحته في القانون الخاص سنة 2017 أول أطروحة تناقش وضعية المرأة المغربية على ضوء مؤتمرات الأمم المتحدة. كما قدم أول بحث في المعهد العالي للقضاء يتناول وضعية الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة، ونادى بتوسيع مجال تطبيق الخبرة الجينية لحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للوالدين. كان عضوا في اللجان العلمية لعدد من الدراسات كزواج القاصر وتطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء. هو عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب، وشارك في إحداث الجائزة السنوية للمرأة القاضية للتعريف بمسارها المهني. وعضو مؤسس للمرصد الوطني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية. وهو باحث في فريق المفكرة القانونية وفي المرصد المدني لاستقلال القضاء ببيروت، وعضو فريق عمل الأورو متوسطية للحقوق حول النوع وإصلاح العدالة. وعضو شرفي في العديد من المنظمات الحقوقية النسائية. له العديد من الإصدارات القيمة حول تجربة المرأة القاضية، ومدونة الأسرة، ومناهضة تزويج الطفلات، ومكافحة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر. سبق تكريمه من طرف نادي قضاة المغرب سنة 2012 عن مساهماته في الدفاع عن استقلال القضاء. ثم سنة 2019 من طرف فيدرالية رابطة حقوق النساء عن مساهماته في الدفاع عن حقوق المرأة. إننا كمغربيات فخورات حقا بالسيد القاضي أنس سعدون لتبني قضايا المساواة، فهنيئا لنا بتواجد أمثال القاضي أنس سعدون في مراكز القرار من أجل الرقي بمنظومتنا القانونية لتصبح الضامن الفعلي لحقوق كافة أفراد المجتمع. شكرا وإلى اللقاء.